السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم حلوه راها دايره ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي. هاد الحلوه راها توندونس هاد العام، ان شاء الله يعني تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. جبتها لكم بمقادير بسيطه ومكونات تقريبا موجودين في كل بيت. نقول لكم الوصفه تاع اليوم ما تراتوهاش، ويلا نروحوا للوصفه ديالنا. راح نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله، بسم الله. واش راح نحتاجو 250 غرام من مارغرين، وراح نحتاجو كذلك ربع كاس من الزيت. هنايا الكاس اللي كيلز به كاس 220 مليلتر. راح نحتاجو جوج مغارف كبار من كاكاو البني، كاس الا ربع مايزينا واللي هي النشاء، وكاس الا ربع سكر كلاصي. راح نحتاجو خمارة الحلويات، وراح نحتاجو البيض، وكذلك راح نحتاجو نسكافيه او مغرفة من القهوة العادية. هنا نروحو للطريقة. راح نحطو في اناء 250 غرام مارغرين تكون طاهية. راح نضيفو عليها ربع كاس من الزيت، وراح نضيفو عليها البيض ديالنا. هنا راح نضيفو زوج بيضات كاملين، وراح نضيفو كذلك عليهم رشة من الملح، وبغرفه صغيره من نسكافي. انا هنا استعملت نوعيه تاع النسكافي شويه ما دابتليش. نتوما الا كانت عندكم نسكافي عيانه يعني هكا تعطل باش تذوب لكم، ذوبوها في شويه تاع الماء وضيفوها. واللي ما عندهاش نسكافي دير بغرفه تاع القهوه العاديه يعني تكون طيبتها. راح نضيفو كاس الا ربع من سكر كلاصي. وهنايا راح نخلطوا المكونات مليح مع بعضياتهم حتى الخليط ديالنا يتجانس. وهنا من الاحسن نستعملوا الباتور، واللي ما عندهاش الباتور تقد تستعمل لافوي مي من الاحسن الباتور. شوفوا هنايا القوام تاع الكريمه تاعنا، يعني ماشي الكريمه تاعنا، يعني تاع الخليط ديالنا، يعني راح يخفف ويضاعف الحجم ديالو، ومام اللون تاع الزبده تاعنا يختلف يولي ابيض. هنا راح نضيفو زوج مغارف كبار من الكاكاو البني، وراح نضيفو كاس الا ربع نشاء، وراح نضيفو الفارينه هكا باش نطمو العجينه ديالنا، ونضيفو باكي من خميره الحلويات، ونقعدوا نطموا العجينه نتاعنا حتى تنطم لنا. هنايا لازم العجينه نتاعكم كي يكون فيها الكاكاو ما لازمش تقصحوها، دائما خلوها شويه طريه مع تبداو تخدموا بها. راح تشد روحها باسكو الكاكاو ينشف العجينه ديالكم. ودائما استعملوا الكاكاو البني النوعيه الجيده باش يعطيكم طعم بزاف هايل للحلوى ديالكم. هنايا شوفوا لي العجينه راها طريه. راح نديرو هنايا هكا ساشي من التحت ولا جلد، كل وحده تستعمل واش كان عندها، ولا تقدروا تستعملوا مام ورق الزبده. ونحلوا العجينه ديالنا. انا هنا استعملت هذاك الورق اللي يجي بين الديول، درت واحد من التحت وواحد من الفوق، وحليت العجينه ديالي كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. يعني الطريقه جد بسيطه، وما تحلوهاش غليظه بزاف وما تحلوهاش رقيقه بزاف. انا هنايا درت الحجم ديالها موين، اقل من 1 سنتيمتر. راح تزيد تضاعف الحجم ديالها في الفرن بعد ما تطيب. انا هنايا اختاريت الشكل دائري، نتوما تحبوا ديروا شكل دائري ولا تحبوا ديروا شكل مربع، باسكو هاد الحلوى يجي معها الشكل دائري ويجي معها الشكل المربع. هنا الصنيوه تاعي كنت فرشت فيها ورق الزبده، وكنت شعلت الفرن تاعي على 160 درجه وخليته يسخن. غير وجدت الحلوى تاعي ديريكتومون دخلتها الطيب على درجة الحرارة 160. درت الصينية تاعي في الوسط، راح طيب لكم من التحت ومن الفوق في مرة. وإلا كنتو ديروا الصينية نتاعكم من التحت غير تحسوها نشفت لكم من التحت، شعلوا لها من الفوق عاود تنشف لكم وخرجوها. ما تخلوهاش حتى تنحرق لكم، باسكو الكاطو اللي يكون بالكاكاو يشمتكم هكا تقولوا مازالوا هما طاب حتى تلقاوه نحرق لكم. هنايا هذا هو الحلوى تاعي بعد ما طافت. شوفوا لي يعني ما هي غليظة بزاف ما هي رقيقة، وطايبة كي من الفوق كيما من التحت. الشكل ديالها جا بزاف اشباب. نروح دوكا لطريقة التزيين ديالها. انا هنايا جبت هاد الليمون تاع السيليكون اللي داير فيهم الشكل تاع كرة او نصف كرة. هنايا درت لهم كامل الشيكولا ذوبتها، ما زدت لها لا زيت لا حتى حاجه، باش هذيك الطبقه تجي غليظه وكي نجيو نجبدوهم ما يتكسروش معانا. وبقيت نفوت على الاطراف تاعهم، فوت المره الاولى، من بعد غير نشفت عاود زيد فوت الطبقه الثانيه. هنايا نروحو باش حشيناهم. درت كاس تاع فوتين، درت كاس مكسرات. انا هنا استعملت قوقم حمر ومرحي، كاس تاع الحلوى تاع الترك، تقدروا تزيدوا كاس تاع الكفريت، لكم الاختيار كل واحد يدير واش يبغي. انا درت غير هادو ثلاثه تاع المكونات، خلطتهم مع بعضياتهم مليح حتى ولا هذاك الخليط متجانس. من بعد جبت نسلي كراميل،
ضفت مغرفة ولا 2 مغارف كبار تاع النيسلي كراميل، ومن بعد زدت طميتها بالعسل عادي، يعني حتى ولا الخليط ديالها متجانس. أنا هنا النيسلي كراميل ما كانش باقي لي بزاف، وهذا النيسلي كراميل اللي خدمته معاكم، يعني يقدر يقعد معاكم حتى شهر على برا ما يصرى حتى حاجة، باسكو طايب ما تخافوش منه. مي النيسلي اللي ما طايبش هذاك لازم ديروه في فريجتان باش ما يخسرش معاكم. هنايا زدت لها، أنا قلت لكم العسل من مقطع راحلي، كنت ضفت غير هذيك شوية تاع نيسلي كراميل، ومن بعد زدت ضفت العسل وخلطت الحشو ديالي، ورحت هنايا نعمر كامل هادوك الكوريات أو نصف كرة كيما راكم تشوفوا هنا في الصورة. ومن بعد في الأخير زدت لها هكا شيكولا باش غلقت عليها، ولازم تغلقوا عليها مليح باش هذيك النيسلي والعسل ما يخرج لكمش على برا. وهنايا هاد الكمية تاع الحشو اللي مديتها لكم يخرج لكم قيس 46 حبة هكاك، يعني إلا عمرتهم كيما أنا عمرتهم يعني بومبي بزاف راح يخرجوا لكم 46 حبة يعني. وهاد الكاطو انا خرج لي اكثر من 60 حبة، يعني متلاصقين مع بعضياتهم اكثر من 60 حبة يعني، وكي حبة وحدها يعني اكثر من 120 حبة هذاك الكاطو اخرج لي. وهنايا بعد ما نشفت راح نحيوها نديموليوها من المول تاع السيليكون، يعني بطريقه جد بسيطه وتخرج معاكم، ما تخافوها لا تتكسر لكم لا والو. فقط الشيكولا اللي كتجيو ديروها في السيليكون ما لازمش تكون عندكم يعني ضايفين لها الزيت. وهنايا كنت جبت هاد الكابريس ولصقت هذيك الحبات تاع الكاطو مع بعضياتهم، ما حبيتش ندير كريمات هكا باش ما يجيش الكاطو بزاف حلو، وكذلك ما يجيش بزاف فيه البروتوكولات، يعني ما تجي تخدمي حتى تعياي. انا هنايا لصقت غير بهاد كابريس تاع الشيكولا بنينه بالبزاف. تقدروا تلصقوا بالنسلي كراميل، المربى مع يعني حلوه تاع الترك، لكم الاختيار، كل واحد يلصق بواش عنده. وهنايا كنت جبت الشيكولا نتاعي ذوبتها وضفت لها كميه من الزيت. شوفوا الشيكولا تاع دادا 100 غرام تضيفوا لها حتى 3 مغارف كبار تاع الزيت باش تولي خفيفه وتولي في هاد اللمعه ديالها، يعني باش تولي شابه. مي الشيكولا الاخرى ضيفوا لها غير مغرفه 100 غرام تاع الشيكولا، ضيفوا لها مغرفه تاع الزيت. وهنا هذا هو الشكل الاخير ديالها بعد ما كملت كامل الحلوه ديالي، فوت عليها هكا بخطوط من الشيكولا. وهذا هو الشكل الاخير تاع الحلوه ديالنا اللي راها دايره ضجه في المواقع، يعني جبتها لكم بطريقه بسيطه وتقطع لكم كميه ما شاء الله، يعني نتمنىكم تجربوها. واي وحده فيكم جربتها ولا تبعت لي التطبيق نتاعها في الانستغرام، ولا تقول لنا هنايا في التعاليق، ما بقى لي غير نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. مع السلامه.